بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة الحدث في كل مكان، برحب بكم وحلقة جديدة ومميزة من برنامجكم عيون الحدث. استجابة لرغبتكم الدايمة في الكلام عن عمليات تصحيح عيوب الإبصار وكذلك التوجهات الدولية الحديثة فيها، قررنا أن احنا نخصص حلقة النهاردة بالكامل للكلام عنها. وطبعا مش ناسيين حضراتكم بالتأكيد وعارفين انكم بتستنوا يوم الثلاث بشكل خاص عشان فقرة المداخلات والرد على استفساراتكم. نبدأ بسم الله ونقول العام الماضي في أمريكا تم تأسيس مؤسسة وكلية تحديدا في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا. قام بهذا التأسيس، بنقول مؤسسة وكلية، بورد كبير من أساتذة، والأساتذة دول كل واحد فيهم ماسك منطقة من مناطق العالم. المؤسسة دي والكلية دي لهم موقع على الإنترنت. هكلم حضراتكم بالتفصيل عن هذه المؤسسة والكلية. المؤسسة دي والكلية بدأت تشكل وتتكلم في توجهات دولية جديدة ومفاهيم جديدة بتؤكد ان الهدف الكبير القادم هدف كبير قوي لكل اللي شغالين في الابصار وتحسين الابصار، هو تحرر البشرية من ضعف الابصار الانكساري، اللي هو نتيجة اخطاء انكسار الضوء داخل العين، اللي هو قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم، حاجات اتكلمنا عنها قبل كده. والحاجات دي على مستوى العالم كله بتمثل 43% من ضعف الإبصار. وبعديها بتيجي المية البيضاء، الكاتراكت، اللي هي عتامة العدسة، اللي هي بتمثل 33% من ضعف الإبصار طبقا للإحصائيات الدولية. السببين الاثنين مع بعض يعملوا 76%. لو كل أسباب ضعف الإبصار الموجودة في الكتب والمراجع ونتكلم عنها، دول يمثلوا 76% من أسباب ضعف الإبصار، مصاب بيها أكثر من بليون، يعني 1000 مليون إنسان في كل بلاد العالم. إذا عندنا مشكلة كبيرة، مشكلة دولية كبيرة. شعار المؤسسة دي هو التحرر، يعني البشر يتخلص، البشرية تتخلص من ضعف الإبصار الانكساري وضعف الإبصار نتيجة المياه البيضاء، يعني خلو الحياة من هذا النوع من الضعف. والإحصائيات أيضا الدولية اللي نشرت على موقع الكلية بتقرر كمان إن الناس اللي نظرها ضعيف قوي كتير، دول الكتار قوي، دول مش كلهم حتى بيلبسوا نظارات أو عدسات. 25 ل 50% من ضعاف الإبصار نتيجة الأخطاء الانكسارية لا بيلبسوا نظارات ولا بيلبسوا عدسات لاصقة.